السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا 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 من الفيديوهات اللي فاتت. هنكمل. هحكي لكم بقى اللي تم. طبعا احنا وقفنا لحد ان احنا خلصنا الاسبوعين الاولانيين من العملية، وخلاص بقى داخلين على الاسبوع الثالث. وعدتكم ان انا هقول في الفيديو ده الميزان بتاعي. طبعا لو انت او انتي لسه اول مره تتابعوني ومش فاهمين احنا بنتكلم على ايه، هترجعوا للفيديوهات اللي فاتت هتعرفوا احنا بنتكلم على ايه. بس نبذه صغيره كده، احنا بنتكلم على خطوات عمليه الساسي كلها من اول التفكير لحد التنفيذ وما بعد العمليه. هقول لكم الميزان في اخر الفيديو، استنوني. المهم، بدأنا بقى كده في الاسبوع الثالث. خلاص انا هدخل اكل، وزي ما اتفقنا بقى ان انا فرحانه. انا بقالي اسبوعين ما اكلتش او ما يقرب من 16 يوم ما اكلتش تماما، عايشه على السوائل بس. حاسه ان انا نفسي جزعت من كتر السوائل، اللي هو لو حد قال لي اشربي شويه عصير تاني، لا انا ممكن اقوم اضربه اسهل. المهم، حطينا طبق البطاطس المهروسه اللي هي الحاجات اللي مسموح ان انا اقدر اكلها. طيب اتفضلي كلي. ده انا هاكل جدا. ده انا مش عايزه بطاطس مهروسه، احنا اتفقنا ان انا عايزه خروف عشان اقعد اكله. لا معلش، ابدأي بالبطاطس المهروسه دلوقتي وبعدين بقى نشوف قصه الخروف ده. طب تمام. كلي بمعلقه صغيره كده من اللي هي بتاعه الشاي. واللي هو طبعا انا بتكلم كده، لا معلقه صغيره ايه يا جماعه؟ ده انا هاكل جدا. ماشي. كل ده دماغي مش متبرمجه ان في عمليه وان في تكميم وان في قص معده وان في تحويله جديده، ان في موضوع كبير. انا واحده جعانه فانا متخيله ان انا هاكل. تمام. اخد اول حته صغيره كده من البطاطس. الله، الله طعم الاكل حلو. ما هو انا نسيت طعم الاكل كان عامل ازاي. تمام. طيب ناخد المعلقه اللي بعدها. هو الله برضو، بس في حاجه غريبه بتحصل في بطني، انا مش عارفه هي ايه. لسه مش فاهمه. تمام. كل ده المعلقه ما بتبقاش مليانه، هي بتبقى نصها كده. طب اجرب اخد حته كمان. لا، معدتي مش قابله. ايه ده الهزار ده؟ ده انا لسه كنت عايزه اكل خروف دلوقتي. لا، مش هتاكلي. طب اكل حته بطاطس كمان؟ لا. اللي هو ايه ده؟ انا جعانه. لا انا مش جعانه. طب معدتي كانت عايزه اكل كتير. لا معدتي مش عايزه اكل تاني خلاص. فلك ان تتخيل، من واحده بتاكل، عد كده كام رغيف، لواحده معلقتين شاي، خلاص كده المعده قفلت. خلاص كده المعده مش مستحمله. خلاص كده انا مش عايزه حاجه تانية. وكاني كده بتفرج على الفيلم بتاع اكس لارج لما بيقول انا مش جعان انا مش جعان. بقيت مستغربه جدا ايه اللي بيحصل في حياتي ده. جماعه انا جعانه، لا انا مش جعان. اللي هو ايه اللي بيحصل؟ انا مش فاهمه. طب تمام، طبق البطاطس اهو. خلاص محدش ليه جميل عليا، ودي طبق البطاطس انا مش عايزاه، وانا شويه واكيد هاكله يعني. تمام. عدي ساعه اتنين تلاته، ما بجوعش. ما بجوعش. طب نشوف تاني كده طبق البطاطس كان بيقول ايه. نيجي ناحيه طبق البطاطس، برضو هما نفس المعلقتين بتوع الصبح كده ان ما كانش اقل. مش عايزه تاني. برضو انا مش جعانه. الله، الله يا فرحه قلبي. تمام. عدينا يوم في التاني. تيجي تاكلي كده بقى البيضه المسلوقه، تلاقي نفسك كلتي نص البياض مثلا او كلتي البياض. مش عايزه تاني. اللي هو ايه ده؟ طب وبقيه البيضه؟ لا خلاص المعده مش عايزه. طب خدي حته جبنه قريش. لا مش عايزه. طب كلي. طب خدي قطعه جبنه قريش كليها حاف. ماشي. تاخدي معلقه صغيره، تيجي تاخدي المعلقه التانية، لا كده خلاص مش عايزه. ايه يا جماعه اللي بيحصل ده؟ في حاجات غريبه بتحصل. في واحده تانية قاعده بتاكل. في حياه مختلفه. بعد بدل ما حد كان بيقعد بصينيه الاكل ياكل معلقه من هنا لقمه من هنا رغيف من هنا مش عارف ايه، لا ده انت مش عارف تاكل معلقتين على بعض. بعد ما كنت بتعذب في الدايت، لا انا دلوقتي اصلا مش جعانه اساسا. عدينا اسبوعين مش عارفين ناكل بس مبسوطين. يعني اللي هو انا مبسوطه، انا ما باكلش بس انا مبسوطه. حاسه ان هو ده اللي انا نفسي اعمله طول حياتي، بس ما كنتش عارفه اعمله ازاي، والحمد لله ربنا قدرني وعملته. اخف جسمي. جسمي حاسه ان انا اخف. هدوم بدات توسع.
في لغد لسه طبعا لان لسه ما نزلناش كتير، بس الوش بدأ يهدى، بدأ يخس عن الاول. الشكل بدأ يتغير، والتعليقات بقى حلوة، اللي هو كل ما حد يشوفني انت خسيتي، انت خسيتي، انت بان عليكي جدا، اللي هو الله قولوها تاني كده. بجد والله اللي هو يا احلى كلمة سمعتها في حياتي، بجد حقيقي من احلى الجمل اللي ممكن حد يسمعها جملة انتي خسيتي دي. المهم بقيت فرحانة جدا من اللي بيحصل، بقيت مبسوطة بردود الفعل اللي حواليا، بقيت مبسوطة بكل حاجة بتحصل. وجه او ما انا صح جت اللحظة المنتظرة ان انا اقول لكم الاستجابة الاولى انا خسيت فيها قد ايه. اول اسبوعين خسيت ما يقرب من 6 كيلو تقريبا، وعايزه اقول لكم ان انا ما اتبسطتش، لان انا كنت متخيله بقى ان انا ما باكلش تماما وعايشه على السوائل، فاللي هو اسبوعين ما باكلش، فعلى كل يوم هخس كيلو. دماغي جايباني كده بقى، انا عايزه اخس، ماليش دعوه بالتوقيت، انا عايزه اخس ومستعجله وخلاص. بس هو اللي انا عرفته بعدها ان الوزن بتاعي ما كانش عالي قوي عشان النزول يبقى عالي قوي، وعرفت بعدها ان كل ما النزول يبقى على الهادي كل ما يبقى الدنيا افضل. فحمدت ربنا والدنيا تمام وكملت. بس كل لما بوزن بعدها بفرح اكتر. استجابة الاولى كانت اعلى استجابة طبعا، بس كون ان انت بتنزل دي فرحة. طبيعي ان حد زينا الكيلو اللي بينزل بالنسبة لنا احسن من انك تفضل زي ما انت، احسن من انك تزيد. قضينا بعدها اسبوعين تانيين وجينا للميزان رقم 2، وده اللي هقول لكم عليه في الفيديو الجاي، وهقول لكم بدأنا ناكل ايه بعد ما قضينا شهر كامل من العملية. كان من احلى الشهور ومن اصعب الشهور ومن اغرب الشهور، بس تجربة والله تستاهل المجازفة. هتستنوني في الفيديو الجاي بأمر الله، وهقول لكم تاني ميزان انا عملت فيه ايه. وطبعا عارفين لو وصلنا لحد هنا ايه اللي هيتم، هنعمل لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوش تكتبوا لي كومنت حلو تحت، ولو عايزين تسألوا عن اي حاجة تكتبوا لي وانا هرد عليكم عن اي تفاصيل. ولو الفيديو استفدتوا بيه اعملوا شير للفيديو عشان غيركم كمان يستفيد بيه، واستنوني في الفيديو الجاي عشان اقول لكم اللي تم بعد شهر من العملية، واقول لكم اللي حصل وكوارث العيد كلها ايه اللي حصل فيها، واقول لكم لو كلت لقمة زيادة ايه اللي بيحصل. استنوني. باي باي.